2 ترندز على السوشيال ميديا في كل حتة. ترند بيقول لو جوزك أو خطيبك عمل لك حاجة اوعي تسكتي له، اخربي الدنيا، لو تطولي تضربيه اضربيه. وفي ترند تاني طلع بقى مضاد ليه، جوزك ده تاج راسك فرعونك، مهما يعمل ما تتكلميش، مهما يعمل ما تتحركيش، تبقى صنم يعني. والاتنين كأنها مين بقى فينا صوته أعلى. انتي شايفة أنهي منهم الصح أو أنهي منهم المفروض بقى الناس تسمعه؟ بصي أنا بقالي متجوزة almost 18 سنة وعندي قصة في جوازي وبصراحة احنا مستمتعين. وواحدة من الحاجات قوي اللي بتساعدنا ان احنا عايشين بالفاليوز بتاعت الكتاب المقدس اللي هي بتشرح فعلا ايه هو الجواز ومفروض شكل العلاقة يبقى عامل ازاي. وهو يا ناردين، وانا متأكدة ان انتي برضو عارفة كده، ان هو ولا ده ولا ده. احنا مش في خناقة ولا بنكمبيت وبنتنافس مين اللي رأيه يمشي او مين اللي يفعص التاني او مين الأقوى. احنا فريق واحد، احنا في ناحية واحدة مش قدام بعض. وانا يعني دايما بقول الخناقة الحلوة هو اللي انا فيها بتخانق وبتسابق علشان اسمع البارتنر بتاعي عنده ايه قولهولي، عشان دي حاجة هتساعدني ان انا اشتغل على نفسي. صح. بس انتي جوه الخناقة برضو، عشان اكيد كل الناس اللي شايفانا وسمعانا بيتخانقوا ومش طايقين نفسهم. انتي جوه الخناقة مش دايما بتبقي شايفة الصورة الصح قوي دي او الكتابية قوي، ان انا لازم وانا بتخانق ابقى حاسة. ساعات ببقى غضبي او مضايقتي اكبر بكتير. صح. اعمل ايه بقى؟ هقولك، مبدئيا لازم ابقى فاهمة ان انا لو سبت نفسي للي جوايا بالفوكابلري او الكلام اللي طالع مني هطلع رصاص. فلازم ابقى فاهمة ان وانا في جوازتي دي انا داخلة وبتمرن ان انا اتواصل بطريقة راقية. وانا مش بقول كلام كليشيهات، انا بقولك حاجة فعلا هي دي اللي ساعدتني انا في جوازي وساعدتنا ان احنا نرتقي بالعلاقة. مشكلة الجواز ايه؟ انا هقولك ان احنا لو بنتجوز وده بيبقى اقرب حد ليا وبنبقى واخدين على بعض قوي، فأي فكرة عبيطة تيجي جوايا بأي طريقة بأي فيشل اكسبريشن رزعاه خبطة زي ما هو. وانا وزيزو جوزي دايما بنقول ده عشان هو حد قريب مني قوي وغالي قوي واحنا مكملين مع بعض، فانا محتاجة دايما اختار كلامي وتون صوتي بعناية. ودي مش حاجة سهلة، دي حاجة محتاجة تمرين ومحتاجة انضباط ومحتاجة شغل على روحي رهيب. طبعا انا ممكن اجي بقى بهيستوري ان انا اصلا حد عصبي، حد شعنون، انا كده، انا طريقتي كده، انا دبش، انا مدب. I'm sorry to tell you ده مش هينفع في الجواز خالص. ولو انا داخل ومش ناوي اشتغل على نفسي وعلى العلاقة بلاها احسن، لانه مش بس علاقتنا هتخرب ومش هنعرف نكمل، لكن هنجرح بعض تجريح رهيب. فانا دايما بقول ان احنا بفكر في الكلمة قوي قبل ما اقولها، مش عشان انا ماليش حق اعبر، لا ليا حق اعبر، بس انا كمان بحب قوي قوي جوزي فانا مش عايزة اجرحه، فانا هختار اشيك طريقة واحلى كلام وانسب وقت. ممكن الناس حاسه ان انا مزوداها، بس هي لا this is how it works. هو طبعا صح. يعني انا متجوزه بقالي وقت اقصر، متجوزه بقالي 3 سنين وحاجه بسيطه. عديت بخناقات بالذات في الاول، بيبقى كميه الخناقات كتير، بعد كده بتبتدي نتعود فتبتدي تقل. بس ادركت انه انا بتضايق قوي لما حد بيلومني، فانا مش عايزه في خناقه اتلام. وبعد كده اختبري انه غالبا انا من غير ما اقصد اصلا بلوم. فقلت طب ليه هو ما يتضايقش؟ انا بطلب منه اسمعني وتقبلني، بس انا بتضايق. عمرك بقى وقعتي في حته انك طلعتي زي القطر ورحت قايله كل اللي عندك، وبعد كده قعدتي مع نفسك حسيتي انه طبعا انا زودتها؟ طبعا طول الوقت بتعتذري عادي بقى؟ ما الاعتذار ده تمرين برضو، يعني ان انا محتاجه اتواضع واعتذر، وان انا برضو ان دي الحته اللي انتي قلتيها، هو مفيش حد بيحب يتلام صح، بس لو انا امين مع نفسي وعارف اتواضع، انا اكيد لازم ادمتها واعترف ان انا بعمل حاجات غلط، ولازم ادي اللي قدامي مساحه ان هو يقول لي عليها او يشاور لي عليها. ونفس الحاجه يعني للناحيه التانية، فديس از هاو وهي بتشتغل كده. يعني هي مشكله الجواز انه لو في حد بيعملها صح قوي والتاني مش عارف، هي بتخرب برضه. فمحتاجين احنا الاثنين نبقى اون تراك في نفس السكه، متبينين نفس الطريقه. بس في ستات كتير
جوازها مش على نفس الصفحه معايا. خلينا نكون منطقيين يعني. لا ما طب ما دي مشكله بقى كبيره، انا اخترت اصلا ازاي واخترت صح ولا لا، بس برضو دي مش ممكن كل الستات عندها حريه الاختيار. ما هو بصي في ناس كتير قوي بنقابلها هي ما قدرتش اصلا تقول وتقول لا، هتعمل ايه؟ طب بس دي قصه تانية يعني. خلينا نتكلم في كابل هما الاثنين مستعدين ان هما مختارين بعض ومستعدين يشتغلوا على نفسهم. احنا دلوقتي بنحاول نديهم تيبس ازاي يعملوها او ازاي ينجحوا فيها. اولا لازم نطمنهم ونقول لهم انه اللي انا بحكي عليه ده شكله مثالي وحلو قوي، بس انا عايزه اقول لكم برضو واطمنكم ان ده ما جاش من اول يوم. بس احنا الاثنين كنا intentional مصرين ان احنا نمشي المشوار ده، فبننجح على مر السنين. فهو تمرين تدريب، بس لازم افهم واقرر ان انا اتبنى الطريقه دي. وانا دايما يعني حاجه انا دايما بقيت عايشه بيها مؤخرا هي فكره ان انا اقول انا عايزه اقوله بس with kindness، بالراحه، من غير ما لسوع وكربج ويعني كل حاجه بقى تون صوتي وكلماتي، لان انا عارفه انا ممكن يبقى عليا حق واجي اقول لك الحاجات اللي ضايقتني بس اقولها بطريقه وحشه قوي والسوعك واضطر في الاخر ان انا محتاجه اعتذر. فانا اصلا مش عايزه اتورط التوريطه دي. لو انا ليا حق وعايزه اقول لك حاجه هختار اقولها لك ازاي بطريقه كويسه ولطيفه علشان يعني تاخدنا لحته بوزيتيف، مش نلاقي روحنا بقى اصلا محتاجين نعتذر واتجرحنا محتاجين نغفر. عارفه بتورطي نفسك في توريطات وممكن الموضوع يبقى بسيط من الأول. طب انتي مع فكره انه مش كل حاجه تضايقني اروح اقولها؟ يعني في برضو سكول كده مدرسه بتقولك ايه فوتي، مش كل حاجه بقى تقعدي تقولي خلاص. ماشي بصي هقولها لك بطريقه تانية. مش فوتي، بس انا محتاجه برضو اراجع نفسي لكون انا حد حساس قوي. انا عندي بنت عندها 15 سنه ودايما بحاول اعلمها واسهل عليها شويه حته في حته العلاقات. دايما انا بقول لها في تو اكستريمز مش عايزين نروح لهم، وبقول لنفسي انا الكلام ده ان انا ابقى قطر وبلسوع وبقول الحاجات اللي جوايا بطريقه عنيفه توجع، او ان انا ابقى سوبر سنسيتيف او حساس قوي فالناس مش عارفه تتعامل معايا. انا كل ما اجي اقول لك حاجه انت بتتاذي بتتوجعي. فانا محتاجه برضه اراجع نفسي، هل انا سوبر سنسيتيف حساس قوي ومحتاجه اشتغل على روحي، ولا انا عنيف قوي وقطر فاجي اقول اللي جوايا اقوم ملسوعك. بس انا حاسه ده محتاج وعي لنفسي. بس يعني هو تمرين صعب يعني برضه. انا مش حاسه انه دي حاجه بالسهل ابدا. بس بصي انا يا خبرتي مع نفسي انا كنت واحده يعني بقدر ان انا مثلا بقول الحقيقه وناشفه واقولها لك في وشك، وكنت فخوره بالموضوع ده. بس اكتشفت ان انا بوجع الناس اللي بحبها. اكيد في طريقه احسن، اكيد في وقت احسن، اكيد محتاجه اراجع نفسي واقول فعلا هو يعني ايه المنطقي والواقعي في اللي انا حاساه ده، ولا في حاجه انا زودتها، او في حاجه انا بزعل اسرع او بتاثر اكتر. فحلو ان انا طول الوقت ابقى براجع نفسي واتاكد ان انا عايزه اقول اللي وجعني من غير ما اوجع اللي قدامي. هي دي الشطاره، ان ما اخرجش من المشكله بمشكله اكبر، ان احنا اصلا بنمرمط بعض. انا موافقاكي 100%. طيب بما ان هو تمرين، هل انا ممكن في وقت احنا ككابل ندخل حد معانا، حد ما بيننا، انا مش عارفه اوصل لحته قريبه، هو مش قادر يفهمني، انا مش قادره افهمه، وده بيحصل. والناس بتقعد تقول بعد الجواز، انا بسمع قصص من صحابي بحس ايه ده مش دول نفس الناس اللي انا اعرفهم من سنين، انه اتغير بعد الجواز، اتغيرت بعد العيال، اتغيرت بعد اللي امتى نقول احنا ندخل حد، ولا لا بيتنا مقفول علينا، احنا ما حدش يتدخل ما بيننا؟ ايه الصح؟ علشان برضو دي اتجاهات. بصي بالتأكيد الجواز بيخليني اشوف اللي قدامي on another level، حتى لو كنا اصحاب من زمان ومخطوبين وبقالنا وقت مع بعض. حته ان انا بقى ببات معاكي كل يوم دي هشوف حته جديده عليا. فاكيد. او الحاجه التانية اللي بتحصل ان انا بقى اتجوزتك فخلاص برحرح بقى، نلت بقى معايا فيعني فانا مش هبذل مجهود، انت مش رايحه حته فما تقرفنيش بقى، او انا تعبان مش قادر. والضغوطات دي كلنا بنعدي فيها في يومي، بس انا هتعامل ازاي مع شريك حياتي حتى وانا مضغوط من بره يعني. في الاخر دايما اقول يعني هو يعني برضو فكره ان انا ابخ فيكي عشان انتي البارتنر بتاعي وانا باجي من بره على اخري، فيعني استلمي مني اللي هدولك وخلاص. اكيد لا. امتى بطلب مساعده؟ لما فعلا تبقى الدنيا مقفله ومحتاجين مساعده.
وطبعا بتهيألي دي حاجة بتبقى تقيلة على الرجالة المصريين والشرقيين. مش كلهم بيبقوا مرنين في الحتة دي، ومحتاجة تواضع ان انا محتاج حد من بره يعني يفصل او يساعدني، او حتى يقول لي عارفة زي اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، في افكار بسيطة كده بس لما بسمعها ممكن تنور كده فتساعدني. وطبعا بيسهل قوي يا ناردين ان انا اصلا يبقى عندي استعداد ان انا اعتذر، يعني ان انا حتى زعلتك حتى لو انا مش قاصد، بس موضوع بقى ما انا ما كانش قصدي، ويعني انت فهمتي غلط، ما اعتذر. بس ايه برضه النقطه اللي ادخل فيها حد؟ لا يعني الحته دي حاسه دايما تايهه، يعني ايه الحاجه اللي لما تحصل احس انه هنا بقى محتاجين ان احنا مش عارفين نوصل لحاجه لوحدينا، مش عارفين نوصل كحوار، ولا بنتكلم ومفيش تغيير؟ عشان في الحاجتين بيحصلوا. ما هو لو مفيش تغيير دي اعتقد المشكله اكبر. انا واحد مش عايز اشتغل على روحي، ودي بتبقى المشكله اعمق واكبر. اكيد محتاجه مساعده بروفيشنال، بس يعني اصلا لو ريدي الحد ده او الواحده دي، ما دي المشكله. ينفع الواحده تروح لوحدها؟ ما بتنجحش للاسف، ما بتنجحش. ما انا بقولك هي دي تورطه الجواز، ان هي محتاجه الاتنين يبقوا قلبهم في الموضوع 100%، والا مش بتنجح. حد بيكوت، يعني في حد بيستقيل. صح. انا بحس برضو الحته دي مهما الاتنين كانوا ناضجين وعاقلين، عدم وجود ربنا في البيت بيخلي الاساسات دي بتتهز كده. لو احنا مش عارفين ناخد مصدر حب مظبوط، بنبقى غالبا مش عارفين نحب بعض مظبوط. يعني زي ما احنا قلنا في الاول انه الجواز الكتابي هو ربنا ما قالش ان دي خناقه، يعني ما قالش انه روحي موتي نفسك واضربيه او خليكي خانعه وساكته خالص. انتي شايفه المفروض احنا كبيت نبقى بنعبد الرب ازاي؟ لازم نبقى بنتقابل ونقعد ناخد الخلوه مع بعض كل يوم؟ انا عارفه كابلز مؤمنين حلوين قوي بس مش بيعرفوا يعملوا الخطوه دي مع بعض. انتي شايفه المفروض ازاي يعملوا التمرين ده مع بعض فيبقوا في حته احسن روحيا، فمصدر الحب يبقى مظبوط؟ بصي، هو اللي انا بقوله لك ده حتى بنتكلم على الكوميونيكيشن صعب جدا، صعب قوي قوي قوي. ولو هو مش صعب كانت الناس نجحت فيه، بس هي البيوت خربانه. صح. فاللي انا بقوله لك ده طريقه الكوميونيكيشن دي ليها دعوه قوي بالفاليوز بتاعت الكتاب المقدس. هو ان انا بتواضع، بقدم وبكرم اللي قدامي، بان انا بتخلى عن نفسي وعن انيتي، بقدمك. وانا بشوف ان الحب اللي بيوقف البيوت على رجليها هو بيسموه الساكريفيشال لاف او الحب المضحي. وده بعيد قوي بقى عن المشاعر وانا حاسس ايه ومش حاسس ايه، بس انا دايما طول الوقت بقدمك الاول، عايزه اعمل لك احسن حاجه، عايزك تبقي مرتاحه ومبسوطه. ولو ده حاصل من الناحيه التانية مش قادره اوصف لك الحلاوه. يعني احنا عايشين في حلاوه. هل اعرف اعيش دي من غير ربنا؟ لا، ما اقدرش، لانه انا بتعلم القصه دي من يسوع، وانا بتفرج عليه وانا بحاول ابقى شبهه، وبشوف هو عاش ازاي وعملها ازاي وضحى بنفسه ازاي. ويسوع بيمثل قوي حبه للكنيسه بالجواز، فهو في علاقه كبيره وشبه كبير قوي بين علاقتنا احنا مع بعض في الجوازه وبين علاقه يسوع بالكنيسه. فانا اقدر اتفرج عليه واتعلم منه وابقى شبهه. هعرف انجح من غيره؟ ما اعتقدش. الحاجه التانية اللي بتساعدني قوي يا ناردين في الجوازه هو ان انا عندي احتياجات. وانا بشوف انه مهما كان جوزي ده حد رائع وجميل وماتيور بيشتغل على العلاقه، في حته جوه قوي 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 محدش فاهمها، واحتمالا انا كمان ما كنتش فاهماها، فيش غير ربنا اللي شايفها وفاهمها ويعرف يسدد لي احتياجي فيها. وانا بشوف واحده من الحاجات اللي منجحه انا جوازتي ان انا ليا علاقه بيسوع بربنا، وجوزي كمان ليه علاقه بربنا. فاحنا مش بنمص دم بعض علشان لازم نسدد احتياجات بعض اللي احنا اصلا لا فاهمينها ولا عارفينها ولا عارفين نسميها، بس لان كل واحد لوحده ربنا دريان بيه وعنده علاقه وماشي مشوار. فحتى الحته اللي احنا مش عارفين نسددها لبعض، عارفه، بتعدي بالنعمه، بقدر اعديها في نعمة، في جريس، انه انا بحب دي بس انت مش عارف تدهاني بالطريقة دي، بس بحبك برضو، يعني لانه في بيننا بقى كمان وانا كمان مش هبقى عارفة اديله الحتة اللي هو محتاجها بالظبط. يعني عمري ما هعرف ابقى 100% عارفة اساتسفاي البارتنر بتاعي. واتمنى ده يكون حاجة يعني واضحة ومعروفة، انه مهما كان حد كويس او كده، في حتة جوايا الهي بس واللي خليني هو اللي بيعرف يشبعها ويسددها. فلو انا الكونكشن ده حاصل، انا اولا ببقى اهدى وما ببقاش بقى مكربجه اللي قدامي انت ليه مش عارف تبسطني وتريحني. هو في حته محدش هيعرف يعملها غير ربنا وعلاقتي بيه، اللي بتيجي من الكونكشن بتاع كل يوم، وان انا بقرا الكتاب وعارف الحق
فدي الطريقة اللي بتخلي بيتنا عارف يبقى واقف على حاجة قوية بيوند حبنا واحتياجاتنا اللي احنا عارفين نسددها أو مش عارفين نسددها. طب علشان نقفل الجزء بتاع اللوم أو الجزء بتاع العتاب، خلينا أنا حبتين الحلقة بلوم، هنقفلها إنه ده عتاب محبة علشان تواصلنا يكون أحسن. إمتى أنا ككابل أبتدي أتمرن على ده؟ وإحنا في الخطوبة ولا في أول الجواز؟ إيه هي الحاجة اللي أنا أقدر أعملها وأقول دي البداية، ومن هنا هنعرف نمشي المشوار ده مع بعض؟ أكيد لو أنا مخطوب أو خاطب دلوقتي وبسمعنا النهاردة، يلا نتمرن من دلوقتي، لأنه تمرين مش سهل. ودايما يبقى في دماغي كده إن إحنا عايزين نرتقي بمستوى الحوار، وده مش كلام كليشيهات. وأنا عارفة إن هو مختلف شوية عن الكالتشر بتاعنا المصري، عشان إحنا ناس مدب وبنحب التريقة وصوتنا عالي وزرزورين وبنتعصب. فأنا هتحدى قوي جيناتي وهتحدى الكالتشر بتاعي، وهقرر إن أنا كل يوم عايزة أحلو وأبقى شبه يسوع. لو أنا ماشي السكة دي لوحدها، ده الكونكشن بقى، هنجح في علاقاتي وهكون مؤثر وهكون حد لذيذ الناس حابة تبقى حواليه. وأهم 2 يعني كأنه بيأكدوا على مصداقيتي في الحتة دي هو جوزي وولادي، لأن هم اللي بيشوفوني على حقيقتي في البيت. صح. فلو الناس دي بترتاح حواليا، يبقى أنا ماشية مشوار بتغير فيه، يبقى أنا حقيقية، يبقى أنا نجح. هو ده النجاح. قبل ما أطلع أخدم بره وأثر في حياة الناس بره، أنا لازم أتأكد إن أنا حقيقي مع بابا وماما أو مع جوزي أو مع ولادي. صح. I agree. أنا موافقة على كل الحاجات دي. أنا شخصيا هبتدي أتمرن. يلا